السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بصلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض الباذنجان المخلل أو البتنجان المخلل أو الباذنجان أيا كان المسمى. هنعمله مع بعض النهاردة وهقول لكم ازاي تخلي قلبه من جوه، قلب الباذنجانة نفسها تبقى من جوه أحمر، وفي نفس الوقت يبقى المية برضو بتاعتها تبقى لونها أحمر. وسر المية لونها أحمر ده بيجي ازاي؟ زي المطاعم. تجيب البدنجانة، اهم حاجة ان البدنجانة، بصوا زي ما انا جايباها، بصوا ما تكونش كبيرة. البدنجانة اهو صغير كده، وفي نفس الوقت البدنجانة مليانة، يعني مش قصيرة بس مليانة، ما تكونش رفيعة عشان يبقى فيها لحم يتاكل، يعني ما تبقاش ايه فاضية وتنشف معاكي. تمام. اهم حاجة ما تفتحيش البدنجانة قبل ما تسلقيها، وتشيلي اللي هو البتاع الاخضر اللي فوق دوت، تشيليه زي ما انتوا شايفين بايدك كده، تشديه بايدك، بلاش بالسكينه، عشان خاطر ايه؟ لو شلتيه بالسكينه وفتحتيه قبل ما تسلقيه هتلاقيه من جوه البدنجانه ما بقتش بيضه وبقت لونها غامق، ومهما عملتي فيها مش تاخد معاكي قلبها، مش هيبقى لونه احمر زي البدنجان اللي بتشتريه من بره. هتشوفوا دلوقتي معايا بعد ما يتسلق لونه هيبقى عامل ازاي. كده انا نضفته وغسلته، والميه بقى معايا ميه مغليه على النار كده. هنزل بالبدنجان بتاعي كله كده مره واحده. طبعا تعملي الكميه اللي انت عايزاها بقى، نص كيلو، كيلو، 2 كيلو، براحتك يعني. تمام كده نزلنا الباذنجان كله في الميه. طبعا بصوا هو الحله كبيره عليه، فلازم تجيبي ايه، غطا حله. ده كان غطا لبانه عندي حطيته عليه، او تجيبي غطا حله اصغر من الحله اللي انت بتسلقي فيها، وتتكي عليه كده بحيث ان هو ايه، يضغط على الباذنجان، ما يبقاش طالع معاكي قابب معاكي لفوق. يا اما تعمليه في حله اصغر على قد الباذنجان عشان ما يطلعش معاكي لفوق، ما يقبش معاكي. عبال ما يتسلى بقى اكون حضرت بقى الخلطه بتاعتي. معانا هنا فلفل احمر حامي وفلفل اخضر حامي. لو عندك برضو فلفل اللي هو الحلو دوت، عايزه تحطي نص واحده او واحده، حطي الاحمر. ومعايا زي ما انتوا شفتوا كده معلقه بنجر كبيره مليانه، ده بنجر كان في الفريزر. ومعانا معلقه توم كبيره. بس هنحط بقى كله كده، التوم مع البنجر مع الفلفل، هننزل كله في الكبه كده. بس ما ننساش بقى ذكر الله وصلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مش هننزل بقى كده تاني معلش الملح اتكب مني بره. هننزل بقى بالملح بتاعنا. هتحطي مثلا ايه، يعني حوالي 3 معالق صغيرين او معلقه كبيره مليانه، على حسب طبعا كميه الباذنجان اللي هتعمليها. هننزل في تاني، هنحط برضو شويه شطه حلوين كده لو انت عايزاه حامي، وهنحط شويه كمون. تمام. هنحط برضو معلقه بابريكا او معلقتين بابريكا على حسب ما انت بتحبيها، بس البابريكا بتدي لون حلو برضو. يبقى كده اللون. هنحط البنجر وهنحط البابريكا والثوم والفلفل الحامي الاخضر والاحمر والملح طبعا والكمون والشطه. تمام. حطينا كله بقى في الكبه كده. هناخد الكبه بقى وهنضرب كل المكونات دي مع بعض، بعد ما نحط معانا حوالي ربع كوبايه صغيره من الخل، او فنجان صغير من الخل. بس هنغطي بقى الكبه بتاعتنا كده، وهنضرب كل المكونات دي كده مع بعض. بس هنضيف برضو ايه، ليمون. هنضيف معانا كده ليمونتين بقى، 3 زي ما تحبي، بس هو الليمون طبعا كتير بيديها طعم حلو، بيديله طعم حلو. وقشر الليمون دوت تحطيه على جنب عشان هنستخدمه دلوقتي، اوعي ترميه، حطيه على جنب كده وانت شغاله. بس انا حطيت حوالي مثلا 3 ليمونات كده. بس هنضيف بقى ايه، هنغطي الكبه بتاعتنا بقى ونضربها ضربه كويسه. وانا حطيت كمان شويه ميه من ميه سلق الباذنجان وهو بيغلي، بردت حبه كده وضفتهم عليه علشان عشان نعم معانا برضو ايه، الخليط ده يبقى ناعم معايا كده. تمام. كده بعد ما ضربناه بقى كده، شايفين هما مش باينين في الكبه عشان الكبه هي كبيره يعني، لكن هما ايه، حبه حلوين. هنفضيهم بقى كلهم كده زي ما انتوا شايفين في طبق عشان نعرف نشتغل فيهم. وهسيب حبه، يعني مش هفضيهم كلهم، هفضي حبه وهسيب حبه جوه الكبه. هقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي، هنركبهم على جنب واوريكم هنعمل بيهم ايه. بس هجيب بقى الباذنجان بتاعنا اللي هو اتسلق. طبعا انا مش عايزاه يتسلق يبقى مهري، يعني يبقى ايه، 90% مسلوق، يعني بحيث ان هو كمل سوا في الميه اللي احنا هنعملها.
تمام اهو زي ما انتوا شايفين بقى كده. هنجيب البدنجان بتاعنا نفتحه بقى كده من الجنب ونحشيه بقى. طبعا حاولي تحشيه بمعلقه او تبقي لابسه جوانتي في ايدك علشان خاطر احنا حاطين شطه وفلفل وحاجات كده، فايه هتبقى عامله معاكي يعني تبقى حاميه قوي على ايدك. زي ما انتوا شايفين قلب البدنجانيه، شايفين قلبه ابيض ازاي عشان احنا ما فتحناهوش وسلقناه زي ما هو. عايزه اقولك ان المحلات وهي بتسلق بالبتاع الخضر اللي فوق دي. عايزه اوريكم بس اهو، بصوا القلب بتاعها بصوا ابيض ازاي عشان خاطر سلقناه وهو مقفول. فدي خطوه مهمه جدا برضو كده، ياخد معاكي اللون ايه بسرعه ويحمر معاكي بسرعه ان شاء الله. بس هنفتح بقى كده من الجنب كله ونحشي. تحطي طبعا الكميه اللي انت بتحبيها، يعني بحط كميه متوسطه كده يعني. بس هعمل واحده كمان كده بس، ونعمل كله بقى ايه بنفس الطريقه زي ما انتوا شايفين كده. ممكن بقى تفتحي كله وتحطي كله في العلبه وتاخدي المعلقه وترشي عليها كده وتدخلي جواه الحشوه، ويعني الاسهل عليكي اعمليه. بس خلصنا بقى كميه البدنجان بتاعتنا كلها زي ما انتوا شايفين كده. هنيجي بقى، احنا كنا سايبين حبه خلطه طبعا في الكبه بتاعتنا، هنحط عليهم معلقتين كمان برضو من اللي فاضت معانا، الخلطه اللي فاضت معانا. الخلطه دي على فكره ممكن تحطيها ايه في علبه صغيره وتحطيها في الفريزر وتستخدميها تاني لما تيجي تعملي ايه بدنجان مخلل تبقى جاهزه معاكي. هنحط بقى على الخلطه دي معلقتين كده صغيرين ملح، وهنحط شويه ميه. لو عندك ميه البدنجان بردت حطيها عليه، اعملي بيها الخلطه دي بتقعد معاكي فتره ايه طويله. هننزل برضو هنا بشويه خل كمان، بس لو عايزه بقى تضيفي شويه شطه، لو بتحبي بقى مشطشط حطي شويه شطه كمان. انا هحط شويه شطه اللي احنا بنحبه ايه البدنجان حامي. بس كده نقلب بقى كل ده مع بعض. طبعا كده احنا اللي معانا الخلطه دي فيها بنجر وبنجر والبابريكا هيساعدوا ان الميه تبقى حمراء والقلب بتاع البدنجانه نفسه من جوه يبقى احمر. نقلب بقى كده كويس، ونجيب بقى هنجيب دلوقتي نص ليمونه نعصرها على البدنجان بتاعنا كده. هو البدنجان كل ما تزودي له ليمون كل ما يكون احلى معاك، يعني ليمونتين بقى 3 4 5 على حسب حجم برضو الليمونه. انا حطيت كده حوالي 3 ليمونات ونص، الليمون الكبير، والليمون كان مليان ميه مع الخل، فكده حلو قوي. بس هناخد بقى قشر الليمون ده مش هنرميه طبعا زي ما قلت لكم، هناخده هنحطه كده مع البدنجان، وهننزل بالميه بقى اللي احنا قلبناها دي كلها اللي فيها شويه خلطه، هننزل بيها كلها على البدنجان بتاعنا. وشوفي بقى لون الميه ولون المخلل بتاعك هيبقى عامل ازاي. هننزل بقى بالميه، شايفين بقى لون الميه تحفه ازاي. بس تغطي، حاولي تغطي البدنجان كله يبقى متغطي بالميه على قد ما تقدري، تغطي البدنجان كله بالميه عشان قلبه من جوه يبقى لونه احمر وحلو. بس كده البدنجان بتاعنا بقى بعد ما خلص هنحطه بقى في بره التلاجة يوم. لو احنا في الصيف هتسيبيه بره التلاجة يوم ياخد ويدي مع نفسه كده يتملح، وبعد كده ندخله التلاجة. لو احنا في الشتاء هتسيبيه يومين بره التلاجة وبعد كده حطيه في التلاجة، ويقعد معاكي بقى لو شهر هيقعد معاكي شهر مش هيحصل له اي حاجة. بس كده بقى البدنجان بتاعنا جاهز معانا بقى للاكل. جربوه بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم جدا. ويا رب كده لو لسه مشتركوش في القناه بقى تشتركوا في القناه، ومتنسوش اللايك والتعليق حلو منكم. وجربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا جدا جدا، احلى من المطاعم وانضف بكتير. ويا رب الفيديو يكون عجبكم.